ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي خالد وعندي تقريبا دلوقتي 19 سنة. انا من الصعيد. لما خلصت الدبلوم كان حلمي حياتي اني اسافر القاهرة واشتغل زي ولاد عمي، زي ما هما بيشتغلوا هناك. وبعد ما خلصت الدبلوم واخدت اعفاء من الجيش 3 سنين، اتصلت على محمد ابن عمي اللي كان شغال في محل الجزارة. قال لي سيبني اكلم ست نبوية صاحبة المحلات وان شاء الله هتوافق. طبعا انا استنيت يومين 3 كده لحد ما اتصل عليا وقال لي تعالى. الست نبوية وافقت وقالت يا رب يطلع راجل وقد كلمته ويكون كويس ويشتغل ويفهم الشغلانة دي بسرعة. طبعا انا فرحت جدا وخدت بعضي في اول قطر وركبت ونزلت القاهرة. لما رحت عند محمد ابن عمي كان بالليل. خدني في أوضة كده فوق السطح، وكانت الست نبوية عاملاها ليهم يعني يقعدوا فيها. وكان موجود في الأوضة دي 3 شباب مع محمد ابن عمي، وأنا بقيت الخامس. المهم اتعشينا مع بعض وقعدنا نتكلم كتير قوي، حوالي كده 3 ساعات، لحد ما الساعة بقت 2 بالليل. ومحمد ابن عمي قال أنا هقوم أنام علشان هصحى بدري وهنروح المحل ونتتعرف على الست النبوية وتمسك الشغل. أنا طبعا كنت فرحانة قوي، وفي اليوم ده حطيت راسي على المخدة ونمت على طول. لقيت محمد ابن عمي بيصحيني كده على الساعة 8 الصبح ويقول لي يلا قوم علشان نروح المحل. لما رحنا بقى المحل للست النبوية، عايزة اقول لكم ان هي كانت شخصية قوية جدا، ست بألف راجل، كانت كلمتها بتمشي على الرجالة اللي في المحل كلهم. طبعا المحل ده بتاعها هي. لما مسكوني الشغل بقى كنت يا دوبك بوزن بس، يعني بعد ما الجزار كان بيقطع اللحمة انا كنت بوزنها وبلفها للزباين وبديها ليهم. دي كانت شغلانتي. الست النبوية بقى لما شافتني اول مرة قالت لي يلا شوف مصلحتك واشتغل وشوف ابن عمك محمد وصل لحد فين. طبعا ابن عمي محمد كان معلم وكان بيقطع ويذبح وكل حاجة، علشان هو تقريبا بقاله كده كام سنة موجود هنا. بس انا من ساعة ما رحت وانا قلت لازم اتعلم المهنة دي ولازم اشتغلها صح. قعدت تقريبا كده شهر في الشغلانة دي، وبعد كده ترقيت شوية وبقيت اقطع اللحمة، وبعدها ترقيت شوية كمان وتعلمت الذبح. بعد كده بقى لما بقيت متمكن من الشغلانة دي بقيت المعلم وبقى ليا يومية كويسة. وبدأت القصة بتاعتي لما اتصلت على المعلمة وما كانتش جت في اليوم ده، وقالت لي يا خالد جهز لي كده 4 كيلو لحمة من اللحمة الكويسة وهتجيبها ليا بكرة ان شاء الله على الساعة 9 الصبح كده. قلت لها من عينيا يا معلمة. طبعا انا قمت الصبح وظبطت اللحمة، وعلى الساعة 9 كده كنت واقف على باب الشقة بتاعتها. ما كانش في حد بيروح للشقة عند الست النبوية خالص، يمكن انا اول حد يروح الشقة دي. كانوا دايما بيقولولي محدش يعرف الشقة دي فيها ايه، احنا عارفين الست النبوية عندها بنت واحدة بس. انا بقى لما رحت وفتحت لي الباب لقيت بنت واقفة قدامي، قالت لي اهلا اتفضل يا خالد. طبعا انا استغربت قوي. قالت لي انا اسراء بنت الست النبوية، تعالى ادخل ودخل الحاجة اللي في ايدك في المطبخ. طبعا دخلت وهي شاورت لي كده على المطبخ، ودخلت اللحمة في المطبخ وهي دخلت ورايا. قالت لي هو انت بقى خالد اللي ماما شاغلة دماغي بيك كل شوية؟ كل شوية تقول لي خالد خالد خالد. طبعا انا استغربت جدا ان الست النبوية بتتكلم عليا في البيت مع بنتها. وطبعا بنتها قالت لي ان الست النبوية قالت لي كل حاجة عنك، وقالت لي انك شاطر قوي وتعلمت بسرعة وبقيت المعلم الكبير. طبعا كلامها ده فرحني جدا. قالت لي بس الست النبوية راحت مشوار دلوقتي وبتقولي هتعدي علينا الساعة 9 بالليل علشان في ضيوف هتجيلنا وتقف معانا وتساعدنا وتقدم الأكل للضيوف. طبعا أنا كنت مبسوط جدا إني أنا هروح تاني. جهزت نفسي ولبست الحتة النضيفة بقى اللي على الحبل، لبست أحلى حاجة عندي، والساعة 9 بالظبط كنت موجود في الشقة مع إسراء ومع الست النبوية. طبعا الست النبوية كانت واقفة في المطبخ وإسراء واقفة معاها. قالولي انت هتقف وتاخد مننا الأكل وتحطه على السفرة. طبعا أنا لقيت عندهم ست كبيرة كده وابنها وراجل هو مش كبير قوي يعني. من كلامهم كده بقى عرفت ان الست دي جاية تخطب لابنها. فطبعا انا معرفتش ايه الموضوع وسكت. المهم فضلت اقدم الطلبات. لما حطيت خلاص كل حاجة على السفرة الست النبوية قالت لي خليك قاعد في المطبخ اتعشى عندك، ولما نخلص هننده عليك. قلت لها ماشي مفيش مشكلة. لما خلصوا بقى ندهت عليا، فضلت اشيل الحاجة وادخلها المطبخ تاني، الأطباق وكل حاجة دخلتها المطبخ. الست نبوية بعد ما الناس مشيت دخلت عليا وقالت لي انت راجل بجد يا خالد، وعلشان كده خد الهدية دي مني. وطلعت حوالي كده 400 جنيه من جيبها وقالت لي دي هديتك. طبعا انا رفضت ان انا اخد منها الفلوس، وقلت لها انا مش بساعدك علشان خاطر اخد منك فلوس، انت يا ست نبوية ليكي فضل عليا كبير قوي. طبعا الست النبوية استغربت وضحكت وحطت الفلوس تاني في جيبها
وإسراء وقفت كده وقالت لي شكرا يا خالد، تعبناك معانا. أنا بقى في اليوم ده مشيت خلاص. بعد 3 أيام كده لقيت الست النبوية بتقولي في كبدة وشوية حاجات كده ولحمة وطلبات وديهم البيت. طبعا أنا قلت لها حاضر يا معلمة، ووديتهم البيت. لما رحت البيت بقى ما كانش فيه غير إسراء بنتها. لقيت إسراء بنتها بتقولي تاني إن الست النبوية واكلة دماغنا بيك، كل شوية تقولي خالد خالد، هو أنت عامل لها إيه بالظبط؟ قلت لها والله أنا بحبها زي ما هي بتحبني، بحبها علشان هي اللي علمتني كل حاجة. قالت لي طيب انت ايه رأيك بقى في العريس اللي انت شفته كان موجود هنا؟ قلت لها شفته. قالت لي ايه رأيك فيه؟ قلت لها انا معرفش، يعني انت صاحبة القرار. قالت لي بالنسبة لي انا رفضت علشان حسيت ان الواد ده مش راجل ولا حمش كده ولا اي حاجة، وامه هي اللي كانت بتتكلم بداله. طبعا انا قلت لماما انا مش عايزاه. قالت لي مفيش مشكلة، ده اسمه ونصيب. ولقيتها بتعرض عليا كده طلب غريب قوي، بتقولي يعني انت ايه رأيك ان احنا نتجوز انا وانت؟ قلت لها نعم، ازاي يعني؟ انت عارفة وضع ايه وانا يعتبر يعني صبي في المحل. قالت لي بس انا شايفاك راجل قوي وشايفاك ممكن اعتمد عليك في حياتي. طبعا عايزه اقول لكم ان اسراء واخده دبلوم زيي وكانت جميله. انا استغربت لما قالت لي كده، وقالت لي يلا شد حيلك بقى وروح اتكلم مع الست النبويه. طبعا كانت اصعب حاجه لما رحت اتكلم مع الست النبويه، وبصت لي كده من فوق لتحت وقالت لي انت ازاي بتقولي الكلام ده؟ هو انت مين علشان تتجوز بنتي؟ شوف شغلك احسن. طبعا كلامها كان صدمه جدا بالنسبه لي، ما كنتش اتوقع ابدا ان هي تقولي الكلام زي ده، وكنت متوقع انها ممكن توافق، بس هتوافق ازاي وانا لسه جاي من البلد؟ ما حلتيش اي حاجه ووضعي زي ما انتم عارفين. لما اتكلمت مع اسراء بنتها قالت لي خلاص انا عندي الحل، انا هكلمها الاول ولو رفضت هنعمل الحل اللي هقولك عليه. قلت لها هو ايه الحل؟ قالت لي لما اكلمها الاول. طبعا كلمتها ورفضت برضه، وقالت لها انا شكلي همشي الواد ده من المحل. طبعا اسراء اتصلت عليا وقالت لي تعالى انا عايزاك. لما رحت عند اسراء قالت لي خلاص احنا هنتجوز عرفي وهنحط ماما قدام الامر الواقع. طبعا انا استغربت جدا من كلامها، لقيتها بتقولي انا شارياك، هو انت شاريني زي ما انا شارياك؟ قلت لها طبعا انا شريكي، وفعلا عملنا كده. وتاني يوم لقيت الست النبويه بتتصل عليا وهي متنرفزه قوي وبتقولي تعالى البيت. طبعا رحت لها البيت وعارف ايه اللي هيحصل. اتاري اسراء بنتها قالت لها كل اللي حصل وان احنا اتجوزنا. ولما رحت لقيت الست النبويه متعصبه جدا وحاطه ايديها على راسها كده وقالت لي كلمتين طبعا كبار جدا، وقالت لي انت دلوقتي عملت حاجه كبيره قوي ولازم تصلح الغلط ده. طبعا هنصلح بالجواز قدام الناس. وفعلا عملنا فرح والناس كلها ومحمد ابن عمي وولاد عمي وعمي كلهم كانوا مستغربين من اللي حصل، مستغربين علشان انا وصلت للحاجة دي. ودلوقتي بقيت انا المعلم خالد اللي ماسك ال3 محلات بتوع الست النبوية، يعني بقيت الكل في الكل. بس في مشكلة واحدة مقابلاني، ان الست النبوية لسه زعلانة مني ومش عارف اعمل معاها ايه. وانا طبعا حاسس بتأنيب الضمير اني انا خنتها، وبعد كل اللي عملته معايا ورعتني واهتمت بيا وعلمتني شغلانة اكل منها عيش، رحت اتجوزت بنتها من ورا ظهرها. وطبعا هي علشان تلم الموضوع علشان بنتها خلتني اتجوزها قدام الناس. بس هي زعلانة مني وزعلانة زعل كبير قوي، وانا بصراحة مش هين عليا زعلها. فانا مش عارف اعمل ايه. قولولي في الكومنتات اعمل ايه وازاي انا اخليها ترضى عني. انا بجد متضايق جدا وعايزه اراضيها باي شكل من الاشكال. يا ريت اللي عنده حل يقولي في التعليقات. ودي كانت حكايتي معاكم النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.